يعني هو جاي يتبسط وجاي يتفسح، مش يروح بنصيبها يفقد حد عزيز عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أبو سعد الحمراوي. اوعى تنسى الشعار صلاة النبي هي مكسبي. أول حاجة احنا هنتكلموا على المصيفين اللي بيجوا من بره اسكندرية، بالذات اللي من بره اسكندرية، إن هم بيجوا يصيفوا في أي وقت عشان ما يحصلش عملية الغرق، عشان كل اللي يجي يصيف يجي بسلامة ويروح بسلامة وينبسط. يعني هو جاي ينبسط وجاي يتفسح، مش يروح بنصيبها يفقد حد عزيز عليه. هنا اللي بيه يصيف أول حاجة هديله بعض النصايح بإذن الله، يعني هتفيده. أول حاجة، أول نصيحة، هنا اللي في عزم المصيفين بيجوا في شهر 8. أنا بقى النصيحة إن أنت تيجي في آخر شهر 8، ما تجيش في أوله، وهقول لك أنا ليه. اللي بيجي في شهر 8 خش على جوجل، تكتب أحوال الطقس في مدينة الإسكندرية، تمام؟ هتخش أول ما تخش تشوف سرعة الريح وارتفاع الموج، ده أول حاجة. تاني حاجة، شهر 8 ده الصيادين بيقولوا عليه شهر المية والريح أو الملتم الكبير، إن هو بيبقى البحر بيبقى هايج فيه. يعني هو معنى كلمة الملتم، ولا هو بيبقى نو زي بتاع الشتاء بيبقى طفام، ولا هو عدل، بيبقى حاجة بين الاتنين، بس بيبقى ميال بناحية إن البحر بيبقى هايج. خلاص؟ الشهر ده احنا بنسموه شهر الماء والريح أو شهر أبيب. الصيادين أبيب هو بيبقى حر، فدوت لما أنت تروح سبحان الله البحر بيبقى هايج 3 أيام ويخف 3 أيام. فأنت لو أنت رايح أسبوع، شوف هتخش على الموقع اللي أنا قلت لك عليه دوت في ال3 أيام الهايجين، ما تنزلش البحر فيه. أنصحك إن أنت ما تنزلش في البحر، هتعوض عليه بقى. اذا انت كنت مثلا بالصيف في فندق بالصيف بتاع في حمام سباحه ولا حاجه، انزل فيه. والثلاث ايام التانيين اللي هم البحر بقى فيهم منخفض ولا بحر عدل ولا فيش موج، انزل انت براحتك فيه، عشان ما تفقدش انت حبيب ليك. شهر المورح ده فيه دوامات وبحر كبير في البحر، في اللي هو ال3 أيام بياخد من 21/7 ل21/8 الشهر دوت. فأنت تحذر من الوقت دوت. عاوز بعد كده دوت البحر في الغالب بيبقى عدل من أول 9، وأنت طالع البحر بيبقى إيه خفيف قليل أول لما يبقى فيه كده، تمام؟ ونقي الشواطئ اللي أنت هتروحها. الشواطئ اللي في بعض الأماكن البحر بيبقى فيها هايج ودوامات وكده، فأنت تحذر من الحتت ديت. خلاص؟ وإن شاء الله أنتوا في الصيف هتيجوا تشرفونا في اسكندرية. أهل اسكندرية يرحبوا بيكم، أنتوا إخواتنا، وتيجوا تصيفوا، وربنا عز وجل يحفظكم ويحفظ أهاليكم وتروحوا بسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.